تامنراست، المدينة الجزائرية التي رغب الفاتيكان في إقامة الحج الكاثوليكي بها. هي ولاية جزائرية في أقصى جنوب البلاد، تبعد عن العاصمة الجزائر ب2200 كيلومتر، تتعدى مساحتها 556 ألف كيلومتر مربع، وهي بذلك تفوق مساحة كإسبانيا وألمانيا. بل إن البعض لا يعتبرها مجرد ولاية أو منطقة، بل كوكبا آخر، ويعتبرها علماء الجيولوجيا كتابا منثورا يلخص التاريخ الجيولوجي للأرض في حيز شاسع، يعتبر أكبر متحف طبيعي على الهواء الطلق في العالم، ومصنف ضمن التراث الإنساني في اليونسكو. يعتبر الطريق برا نحو تامنراست شاق وطويل، لكنه مغر على المغامرة، ذلك أنك ستكتشف مرورا بالمدينة الألفية مدنا أخرى بديعة ستقف عندها طويلا مثل غرداية وواحة المنيعة، وستشكل مفهوما جديدا للصحراء. فليست الصحراء هنا رملا ذهبيا ونخيلا فقط، بل أرض ترابية وصخرية التي يمكنها أن تنتج أجود المزروعات. هنا في الطريق يفقد الزمن معناه وسط الخلاء المترامي الأطراف، فما بين المنيعة وعين صالح يتوقف المسافرون وجوبا لاقتناء المأكولات والمشروبات والتزود بالوقود، فبعدها لن تجد على مدار مسافة 500 كيلومتر الفاصل بينهما شيئا غير المناظر الخلابة والسكون. وتسمى نومانز لاند، الأرض الخالية، التي تمنحك خيال التأمل في المدى اللانهائي. لا، بل إن بعض الطوارق وطردا للملل وهربا من البشر يتنقلون هنا للخلوة بسياراتهم من أجل شرب قهوة وكوب ماء. عندما تصل تجد مدينة منبسطة وبها بيوتا قديمة بعضها يعود لبدايات القرن العشرين، فيما بني بعضها على مراحل متفاوتة يحرسها جبل أدريان البارز للعيان وكأنه الحامي الأزلي الوحيد. وعاصمة الهقار لا تشبه دبي أو لاس فيغاس وحتى مدن الجزائر الأخرى، فالعمارات المربعة ذات الأجسام المكعبة نادرة إن لم تكن منعدمة، وجل البنايات متوسطة العلو في وسط عمراني ذي نكهة محلية ذات لون أرجواني. ومع ذلك ففيها ما يكفي لتكون هونغ كونغ الجزائرية، لسببين بشريين لا علاقة لهما بفن البناء، فهي مجمع بشري يعيش فيه أبناء مختلف الولايات الجزائرية 58 الذين نزحوا إليها للعمل أو العيش والتجارة المزدهرة، كما تضم مختلف الجنسيات الإفريقية القادمة من دول الساحل وجنوب الصحراء والنيجر ومالي وتشاد. ولا عجب في ذلك، ففي هذه المنطقة تنعدم من ذهن الطوارق كلمة الحدود التي لا تعني شيئا أمام الواقع المعاش، واقع البدو الرحل يتحركون في مسارات لا علاقة لها بالحدود الجغرافية والسياسية الوهمية. لهذه الأسباب ظلت الجزائر ترفض كل تدخل أجنبي غير مدروس في المنطقة، وتنأى عن نقل جندي واحد من جيشها شمال مالي، فشمال مالي هو جنوب الجزائر وجنوب مالي هو شمال الجزائر. لا، بل تحولت تامنراست إلى مستقر لكافة الطوارق والصحراويين الفارين من الجوع والجفاف والحروب المندلعة بسبب أو بغير سبب جنوب الصحراء الكبرى. وأنت تتجول في المدينة لا تحتاج لجهد كبير لتعرف أنك في إفريقيا حقا وحقيقة، فالأسواق إفريقية الطراز تعرض عليك السلع المتنوعة وسط لهجات مختلفة، وكأنك في كيدال وتمبكتو أو أغاديس. أما المحلات فعامرة بصناعات تقليدية من النحاس واللباس ومختلف المصنوعات اليدوية المتقنة التي تحمل رموزا لتراث المنطقة مثل نجمة الشمال والسيوف والقلائد المتنوعة. تقول بعض الروايات الأسطورية إن تين هينان ملكة الطوارق الأولى والأم الروحية للعرق الأزرق حكمت هنا في القرن الرابع الميلادي كل الأجناس الطارقية، ولا يزال الطوارق والسياح يحجون إلى مدفن الملكة تين هينان بعد أكثر من 1500 سنة. يفضل الزوار والسياح المارون إلى تامنراست رحلة الشوق إلى جبل الأسكرام قمة القمم، مرورا بمنبع تاها بورت الساخن. ولا مجال في هذه المنطقة أن تفكر في استعمال سيارتك التي لن تقوى بكل تأكيد على المسير هنا، ولا تغامر بفعل ذلك لوحدك، لأنك لن تصل إلى أي مكان دون مرافقة الأدلاء الطوارق المنتدبين من عشرات وكالات السفر المختصة، ذلك أنه لا طريق هنا فاصلا بين تامنراست والأسكرام الواقع على مسافة 88 كيلومترا فقط، بل هناك مسالك وصحراء صخرية تتخللها وديان وأشجار الأكاسيا المتحدية للجفاف والحرارة والبرودة في شموخ كما هم ساكنو هذه الأرض السمحة المعطاء. تسير الوكالات السياحية سيارات رباعية الدفع يقودها سائقون يعرفون الطريق كما يعرفون بيوتهم، ويبدأ السفر عبر أرض منبسطة شبه صحراوية من حصى وتراب، وفي منعرجات ضيقة تنزلق إلى عمق الوديان
قبل أن تشعر في لحظة ما أنك عرجت لتضاريس من نوع آخر، وأنت تطلع على هضبة الأتاكور جمجمة الهقار، غير أنك ستشعر أنك صعدت إلى كوكب المريخ، فالهضبة صخرية بركانية ذات مشاهد برزخية كأنها معلقة بين الأرض والسماء، وشاسعة إلى حد لا يطاق من الجمال والجلال، ثم تضيع وسط غابات حجرية ضخمة مقطعة بعناية كأنها الأحجار التي بنيت بها الأهرامات المصرية القديمة، مرورا بجبل تنشاكاكار، وهو جبل بركاني منفجر لتفهم أسرار ما حدث هنا قبل آلاف السنين. فقد كانت هذه الأرض ذات وديان عامرة بالماء وخضار وأدغال وحيوانات مثل الزرافات وأحراش كثيفة، ولم تبق منها سوى رسوم تمتد ل10,000 سنة تلخص لك المشهد السابق عبر مجسمات فنية منتشرة في الهقار والطاسلي، وأنها صنيعة الذين هبطوا من السماء. ففي الجوار بالطاسلي وفي مدينة سيفار المنسية رسوم قديمة تحوي بشرا على شكل رواد فضاء ومجسمات صحون طائرة. يعرف الطوارق وسكان المنطقة هنا أن هذا الفضاء مثل أبنائهم أو أشد، فقد علمهم الخلاء اللامنتهي الصبر، ولقنتهم التضاريس فراسة المسير هديا على ضوء النجوم ليلا، وطبيعة التربة نهارا، كما يتتبعون أنواعا من الطيور لمعرفة منابع الماء المنتشرة هنا وهناك، مثل بركة أفلال الواقع على بعد 11 كيلومتر عن الأسكرام، وهي فضاء للراحة على ضفاف واد ينتهي بحوض طبيعي كبير به أسماك تتعايش مع الإبل في مشهد نادر وعجيب. قبيل الغروب يصعد العشرات من السياح عبر درب حجري نحو خلوة الأب شارل دوفوكو الراهب والقسيس الكاثوليكي لزيارة منزله الذي كان يختلي به تأملا وتأليفا في الحياة الروحية التي تحول إليها، ولا تزال تحتفظ بلباسه الرهباني وبكتبه التي قضى 11 سنة في تأليفها. كان الأب شارل عسكريا نواحي سطيف قبل أن يطرد من الجيش، ثم تحولت حياته نحو الطهر حينما اكتشف الله داخل زاوية إسلامية في واحة بني عباس جنوب غرب الجزائر، وتنقل بين المناطق حتى استقر هنا بتامن راست قبل أن يمارس الخلوة هنا متأملا هذا الفضاء العجيب. فكتب القاموس الطارقي الفرنسي طوال 11 عاما، كما ألف كتابا حول أشعار الطوارق من 3000 صفحة، محافظا بذلك على الثقافة الطارقية من الاندثار. كان هذا الراهب الذي يعود له الفضل في ظهور أبناء الأخوة اليسوعية قبل أن يغتاله الطوارق عقابا له لكونه جاسوس ويعمل على تنصير السكان. عام 1916 يقول: هنا وجدت الحب بطقوسه الثلاثة، الله من أجل العبادة، البشر من أجل التشارك، والطبيعة الفاتنة. قبل سنوات طلبت حكومة الفاتيكان من السلطات الجزائرية العمل على تنظيم قوافل الحجيج المسيحيين في إطار السياحة الدينية لما لهذا الراهب من قدسية على الصعيد الكاثوليكي، كما طلبت وكالة ناسا الأمريكية بناء محطة هنا، غير أن تلك المشاريع لم تبلغ مرحلة التنفيذ. مع ذلك حافظت هذه الرقعة على شهرتها السياحية العالمية، فقد زارها خلال العام 2006 ما يفوق 3500 سائح في 6 أشهر، وكان متوقعا أن يتضاعف الرقم إلى 100,000، لولا أن ما وقع في شمال مالي ولم يمنع ذلك العدد الكبير من السياح في زيارتها رغم التحذيرات الحكومية الصادرة عن بلدانهم، ليتوقع أن يحج إليها أكثر من 12,000 سائح خلال فصل الشتاء الجاري وخلال أعياد رأس السنة. لا يشبه الغروب هنا موطنا آخر في العالم، لذا صنفته هيئة اليونسكو كأجمل مكان لمشاهدة الغروب والشروق معا في العالم. وفي تلك اللحظات بالذات يصطف الزائرون في أعلى التلة يرقبون اختفاء القرص في صمت رهيب تتعاكس فيه الألوان الحمراء في قلب الشفق المتواري، ويخلف الغروب مشهدا رهيبا حينما تنعكس الأشعة في الجهة المقابلة من سلسلة جبال تيزوياك، وكأنها تشرق في الضفة الأخرى بألوان قزحية حمراء وزرقاء وبنفسجية مائلة للأصفر. يشعر كل من يتوضأ بالشعاع هناك أنه يتطهر من ماضيه قبل أن ينخرط في راحة أبدية، حينما تولد النجوم في قلب الظلمة وهي بعمق هذه الصحراء وبالقرب من السقف العالي تبدو أكثر وميضا وإشعاعا وأكثر انتشارا عن أي مكان آخر. وأحيانا تتحول السماء لمسرح مفرقعات ضوئية صامتة لكثرة الشهب المتساقطة. نعرف الآن لماذا قال الأب شارل دوفوكو: إذا مت فاتركوني هنا، لا أريد أن أنقل بعيدا عن المكان الذي أشعر فيه أني إلى الله قريب.